أنا محاط بشلة متخلفة. أنا متأكدة إن ده صوتك الداخلي وأنت في مكان أو مع ناس معينة، فخليني أقولك إنك تقريبا في بيئة توكسيك، فتعالى نفهمها صح. البيئة التوكسيك أو البيئة السامة فدي كلمة احنا بنوصف بيها أي مكان أو أي علاقة بتحسسك إنك مستنزف نفسيا، مضغوط طول الوقت، مش قادر تتعامل بطبيعتك طول الوقت. فببساطة هي البيئة اللي بتأذيك أكتر ما بتفيدك، وممكن تكون الشغل، الجامعة، صحابك، أو حتى أهلك وبيتك. حرفيا احنا بنسميها سامة لأنها زي السم بالظبط، ما بيبانش مفعوله من أول يوم، لكن مع الوقت تلاقي ثقتك بنفسك بتقل، رؤيتك للمستقبل بقت سلبية أكتر، صحتك الجسدية في انهيار، صداع مثلا مستمر، أو حتى قلة النوم أو زيادة النوم، أو إنك أصلا بتنام كويس بس برضو متلخبط وتعبان ومهدود. عشان كده بقى خليك دايما مقتنع إن جسمك وعقلك بيحسوا بالخطر قبل ما تعرف وتدرك انت السبب. فجسمك مثلا يفضل يديك في انذارات وانت مش سامعه، زي مثلا تدخل مكان معين فتحس بقفلة في قلبك كده، والمكان تقيل على قلبك، شايل الهم ومخنوق، وفي خفقان، في عدم ارتياح كده، فدي علامة ان المكان ده مش مناسب ليك. لو خلاص انت جايب اخرك حرفيا، نفسيا تعبان، جسديا مرهق، مطفي من جواك، انت حاسس انك مش قادر، حتى لو انت بتنام كويس جدا ومظبط نومك، بس برضه لأ، حاسس بإرهاق وتعب. أو لو بدأت إنك تشك في قدراتك ومهاراتك بعد ما كنت واثق جدا من نفسك وفي شغلك، لقيت إنك لأ، ممكن أكون أنا غلط، ممكن يكون ده ما ينفعش، حتى بقيت تخاف تاخد أي خطوة علشان بس محدش ينتقدك أو يقولك أنت غلط، أو تخاف. الموضوع بقى فيه خوف، وزي بالظبط جسمك بيديك كل الإنذارات دي عشان تحذرك إنك في بيئة توكسيك أو بيئة مش مناسبة ليك، فعقلك كمان بيطلع لك إنذارات بس ساعات ما بناخدش بالنا منها. زي مثلا لو انت في شغل فتلاقي لوم مستمر، انت فاشل، انت ما تنفعش، انت فلوم مستمر او نقد هدام. طب انا فاشل في ايه عشان اصلحه؟ قولي مثلا انت كويس بس مشكلتك ظبط مواعيدك، فوقتها انا محتاجة ان انا اظبط مواعيدي، فاروح اظبط مواعيدي مثلا. انما اللي يفضل يقولك انت فاشل، انت ما تنفعش، شغلك مش مظبوط، مثلا لو هنتكلم على الشغل، لا، فده نقد هدام، ده من علامات البيئة التوكسيك اللي حواليك. او مثلا لو هنتكلم على صحابك، فبتكونوا قاعدين في قعدة حلوة كده، تلاقي ان القعدة كلها عبارة عن نميمة وكلام على ناس مش موجودة، فيبدأ عقلك يديك انذارات انك ممكن انت لما تمشي دور يجي عليك في دايرة النميمة دي، فتحس بقلة ثقة ناحيتهم. او لو انت بتعمل حاجة فكل اللي حواليك يقللوا من انجازها، او انهم يقولوا لك عادي اي حد بيعملها، مش حوار يعني، انت عامل دوشة على ايه. لو مثلا في شغل فهتلاقي نفس الكلام، اي حد ممكن يعملها، او تلاقي اصلا ان شغلك ده بيتنسب لناس تانية، فدي بتكون الكارثة بالنسبة لك. او ان حد يغلط في حقك ويحسسك ان انت اللي اوفر قوي، وده الموضوع مش مستاهل ده كله، انت بتعيط على ايه، او انت بقى بتعيطي على ايه، انت بتتعصبي ليه، الموضوع مش مستاهل، انت بتمثلي، انت مش نافع، انت ما بتحسش، كل الكلام ده. او مثلا دايما دايما خناق ومشاكل، مفيش يوم بيعدي بهدوء. بس خلي بالك، لان البيئة التوكسيك شاطرة جدا جدا في انها تخليك تلوم نفسك طول الوقت، وتفتكر انك انت اللي حساس زيادة، او انك مقصر، او انت اللي فعلا فاشل. فوقتها لازم تعرف وتفرق، هو العيب فيك فعلا ولا البيئة هي اللي توكسيك. فلو العيب فيك فعلا، مثلا هتلاقي مديرك بيقولك تقريرك ده محتاج انك تنسق الارقام فيه شوية، فبالتالي تروح تشوف المهارة اللي اتعلمك دي وترجع وانت متعلمها، وتلاقي فعلا تقدير منه على جهدك ده او التزامك. ولكن لو العيب في المكان، انت بتخلص شغلك بميعاده او اكتر، وبأعلى جودة، فتلاقي المدير بيديك شغل زمايلك الكسلانين فوق شغلك كنوع من العقاب عشان انت شاطر او انك ملتزم. ولو اعترضت فيقولك انك
مش متعاون أو إنك مش همك مصلحة الشغل مثلا. لو العيب فيك أهلك بيزعقولك علشان أنت مقصر في دراستك أو إنك مش بتساعدي مثلا في البيت خالص رغم إنك فاضية، فهنا المشكلة في إن هم يعلموك تحمل المسؤولية. ولكن لو العيب في البيت نفسه، انت بتذاكر وبتجتهد وبتعمل كل اللي عليك وزيادة، ومع ذلك بتسمع مقارنات بفلان وفلانة، أو أصلا بيتم انتقاد شكلك أو طبعك اللي ربنا خلقك بيه، فالنقد هنا مش على فعل انت ممكن تغيره أو تحسن منه، النقد عليك إنسان، على شخصيتك. مهما حققت من نجاح مفيش رضا. لو العيب فيك فعلا صحابك بيبعدوا عنك لأنك دايما بتتكلم عن نفسك أو مش بتسمع حد فيهم لما يحتاجك، فهنا المشكلة في إنك مش شايف غير نفسك. ولكن لو العيب في صحابك، لو غبت عنهم يوم تكتشف إن هم خرجوا من غيرك وعاملين جروب من غيرك، لو حكيت حاجة مفرحاه تلاقيهم بيرموا كلمة كده زي السم عشان يقللوا من فرحتك تحت مسمى احنا بنهزر، هتلاقي ان القعدة كلها تلقيح كلام ومنافسة غير شريفة، فتحس انك لازم تمثل انك كويس عشان بس ما يشمتوش فيك. طب انا للأسف عرفت وأدركت وبصمت بالعشرة إن العيب مش فيا وإن أنا في بيئة توكسيك. أنا ليه سايب نفسي أتأذي؟ أنا ليه واقف مكاني؟ أنا ليه ما بخرجش؟ فللأسف عقلنا بيفضل التعاسة المضمونة على السعادة المجهولة. يعني حتى لو المكان ده بيأذيك أو الشخص ده بيجرحك أو أنت مش مرتاح في المكان ده، بس أنت خلاص حفظت كتالوج الأذية بتاعه، يعني خلاص أنت عارف هتتعامل إزاي في الموقف ده. لو شخص بيتعصب عليك باستمرار فانت خلاص حفظت هو بيتعصب من ايه وعصبيته حدودها ايه، حتى لو حدودها عالية بس انت خلاص عرفت. في مجهول، مفيش ضمانات، انت ما تعرفش جاي احسن ولا اوحش من اللي موجود حاليا، فده بيخلق لنا رعب في الخطوة الجاية. او مثلا بتبص تلاقي نفسك بقالك سنين في الشغل ده، او ان دي صاحبة عمرك بقالكوا 10-20 سنة، بتحس انك لو مشيت دلوقتي يبقى كل السنين والمجهود والوجع اللي فات ده ضاعوا على الأرض. عارفين زي مثلا لما نروح نعمل تحاليل ونصرف فيها والحمد لله التحاليل تطلع سليمة ما فيهاش حاجة، انت هنا يعني بتتبسط انك التحاليل طلعت سليمة، لكن في نفس الوقت بتقول يا خسارة 500 جنيه جه على الفاضي. فهي نفس الفكرة، فبتستمر على أمل إن الحاجة دي تتصلح عشان ما تبقاش إنك خسرت الرهان. فزي ما قلنا في الأول إن البيئة التوكسيك شاطرة إن هي تخليك تلوم نفسك وتفتكر إنك فعلا أنت اللي فاشل، فهي برضو وظيفتها إنها تقنعك إنك ولا حاجة من غيرهم، فبتخاف تخرج لإنك فاكر إنك هتفشل في أي مكان تاني أو إن مفيش حد هيقبلك. ودي من أصعب الحاجات لأن البيئة التوكسيك ما بتكونش وحشة 100% طول الوقت، هي أحيانا يعني بيدوكي جرعات حب أو بيدوك شوية تقدير مفاجئ بتخليك دايما مستني اللحظة الحلوة اللي جاية وتنسيك كل الوجع اللي فات. خصوصا في العلاقات أو البيت بنخاف من نظرة المجتمع علينا لو انسحبنا، بنخاف يتقال علينا احنا ما بنقدرش العشرة أو فشلتي في كذا. الخوف من حكم الآخرين أحيانا ده بيكون أقوى من الرغبة في النجاة. لما بتعيش فترة طويلة في بيئة سامة شخصيتك بتدوب في محاولات إرضائهم أو تجنب غضبهم، فلما بتفكر إنك تخرج بتسأل نفسك هو أنا مين من غير الضغط ده. ويمكن أصلا اللي مخوفك إنك تخرج هو الفراغ إنك تبعدي عن صديقتك دي، الفراغ إنك تسيب الشغل ده، الخوف من المجهول وماذا بعد، ايه اللي هيحصل بعد كده لو مشيت. يمكن أصعب حاجة مش إنك تعيش في بيئة مؤذية أو سامة، أصعب حاجة إنك تتعود عليها، تبدأ تفتكر إن الخنقة دي طبيعية أو الاستنزاف ده عادي وإنك لازم تستحمل طول الوقت. بس لأ، الحقيقة مش كده، انت مش المفروض تعيش طول عمرك متوتر ومستنزف. في الحلقة الجاية مش بس هنتكلم عن الخروج من البيئة التوكسيك وازاي ان انا اختار صح، لان اوقات فعلا بيكون المكان مش اختيارنا، فمحتاجين نعرف لو احنا مجبورين نكمل نتعامل ازاي. وفي الاخر لو حسيت ان الحلقة دي لمستك بجد او خلتك تفهم نفسك شوية
ما تنساش تعمل فولو وشير الحلقة لحد ممكن محتاج انه يسمعها. استنوني في حلقة جديدة عشان الرحلة لسه مكملة ومحتاجين اننا نفهمها صح.